السوداني يعلن إعادة النظر في توزيع قطع الأراضي. ترأس محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي جلسته الاحتيادية يوم أمس، وتحدث عن قطع الأراضي وتوزيعها عبر مبادرة داري. وقال السوداني إن الكثير من قطع الأراضي قد تم توزيعها بشكل عشوائي وذهبت لمن لا يستحقها. قال سوف يتم استرجاع قطع الأراضي التي ذهبت لمن لا يستحقها عبر الطرق القانونية. وقال أن الكثير من المتقاعدين من أفنوا أعمارهم في خدمة العراق لا يملكون شبرا واحدا حتى. وذكر السوداني أن قطع الأراضي سوف توزع بالشكل القانوني وبالشكل المستحق، وسيتم شمول الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل ممن يستحقون قطع الأراضي في مبادرة داري. وأكد السوداني أن قريبا سوف يتم توزيع قطع الأراضي واستمرار مبادرة داري التي تم إيقافها بشكل غير معلوم. ورواتب الموظفين على طاولة البرلمان، تعديلات في سلم الرواتب سوف تحدث قريبا. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد فواز اليوم أن لجنته بصدد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون سلم الرواتب. وقال فواز في حديث صحفي أن هناك تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة. وأضاف أن البرلمان بصدد إعداد سلم جديد لرواتب الموظفين في العراق من شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين. وأشار إلى أن مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية، لافتا لأن اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب. وحكومة السودان ستدفع 200 مليار دينار شهريا لكردستان. كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم أن كردستان ضمنت حصتها في موازنة 2023. وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك أن المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية تفيد بأن حصة الإقليم في موازنة 2023. وقالت مصادر موثوقة أن كردستان قد ضمنت حصتها في موازنة 2023، حيث ستدفع الحكومة العراقية 200 مليار دينار عراقي. وكذلك نفط كردستان سيبقى داخل كردستان، لأن عوائد النفط في داخل كردستان ستبقى لكردستان فقط. وقالت المصادر هكذا كان شرط الأحزاب الكردستانية للمضي في تشكيل الحكومة، وهذا الشرط الأساسي في بقاء النفط لكردستان، وكذلك دفع 200 مليار دينار لكردستان ضمن موازنة 2023. في الختام نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير.